مساكوا فل، مساكوا هنا، مساكوا سعادة، مساكوا كل حاجة حلوة. عاملين ايه؟ وحشتوني كتير كتير من الفيديو اللي فات. اخباركم ايه؟ يا رب كده، يا رب تكونوا بخير وايامكم الجاية كلها تكون سعادة وحب. وكل سنة وانتم طيبين بمناسبة العيد. تعالوا بقى يا حلوين، الفيديو اللي فات كنا غاسلين بقى السجاد وعاملين محشي وكانت ايه ميغا. المرة دي بقى نعمل ايه حاجة في المطبخ زي ما قلت لكم. إيه، انا كل مادة بعمل حاجة، يعني كل يوم مثلا باجي من الشغل ببقى عارفة مثلا الفطار اللي انا هعمله، فوانا بعمل الفطار بعمل جزء من الشقة. يعني النهاردة بصراحة قررت ان انا اعمل حاجات في المطبخ. يعني مثلا الخلاط بتاعي كان متبهدل بقى، انتوا عارفين من اول رمضان بقى بنستخدم الخلاط كتير بقى، عصاير وتضربي طماطم وحاجات، فكان بصراحة متبهدل على الاخر. انا دايما بحب لما اكون عامله حاجه في الخلاط المعه بعد ما اخلص. بس هي الفكره بقى ان انتوا عارفين وقت رمضان بيبقى ضيق، وخصوصا بقى للناس اللي بتشتغل. فبتبقي مستعجله بقى تعملي كل حاجه. الفيديو بتاعنا النهارده بجد هيعجبك قوي 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 قوي، وحلو قوي، وفي حاجات كتير محفزه بجد والله العظيم. يعني اول حاجه هو شفته بادئين بالخلاط. تعالوا بقى ما تنسيش قبل ما تبتدي معايا، اولا صلي على الحبيب قلبك يطيب، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. تاني حاجه تحطي لي كده لايك جميل وتوصلي لي الفيديو ده ل1,000,000 لايك. عايزه بقى ابقى ترند يا ولاد، امتى هبقى ترند؟ يعني معقوله ابقى عامله القناه بقالي كتير كده ومفيش ولا فيديو كده يبقى ترند يرضيكوا يعني؟ مش تفرحوني كده على العيد؟ تاني حاجه سيبي لي بقى تعليق وقولي لي فيديوهاتي بتعجبك ولا لا، وطريقتي في التنظيفات بتعجبك ولا لا، ويا ترى تنظيمنا في تنظيف العيد والفيديوهات اللي هنزلها لك وازاي تنظمي وقتك عشان تنظفي شقتك قبل العيد وانتي مرتاحه ما تحسيش ان الدنيا كركبت عليكي حلوه ولا لا. سيبي لي بقى تعليق حلو وتقولي لي ايه رايك وتحفزيني كده وتنشطيني، مش انا بقى اللي احفزكم وانشطكم. انا عايزاكم انتوا اللي تحفزوني وتنشطوني عشان اكمل معاكم فيديوهات العيد. زي ما قلت لك بقى يا حلوه انت وهي في اول الفيديو، انا اول حاجه كده وانا بطبخ رحت ماسكه الخلاط، قلت امسكه كده ايه يعني عارفه اديله حمايه العيد زي ما بيقولوا. كل حاجه في البيت لازم تستحمى حمايه العيد، مش الولاد بس ولا شقتك بس، لا كل حاجه في البيت محتاجه تاخد شاور العيد ده. هنا مسكت الخلاط بصراحه ظبطته. عندي ماده كده صاحبتي في الشغل بصراحه بتشتريها لي، بتجيبها لي، يعني ربنا يخليها لنا كده ونفضل نضاف على حسها. حلوه قوي 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 قوي، بنضف بيها البوتاجاز وبنضف بيها الحيطان. عايزه اقول لكم ان انا برش الماده دي على الحيطه في ظرف 10 دقايق. انا ما بدعكش، يعني عايزه اقول لكم لو تاخدوا بالكم انا ماسكه ليفه بتاعت المواعين العاديه مش سلكه كمان. يعني انا رشيت الماده ووقفت كده اتدلعت عملت الخلاط زي ما انتوا شفتوا، وبعد كده مسكت بقى الحيطه بالليفه بتاعت المواعين العاديه. عايزه اقول لكم رهيبه. عايزين ندعي بقى الهبه صاحبتنا، ادعوا لها كتير كتير كتير، دايما منضفانا كده. ربنا يخليها لنا. هنا بقى زي ما انتم شايفين انا مسكت اول حاجه رشيت الماده دي على الحيطه، وبعدين قعدت اعمل الخلاط، وبعد ما عملت الخلاط قلت بقى امسك الحيطه وادعكها. انا عايزه اقول لكم ان انا كنت مخلصه اكل، يعني انا ما ابتديتش كده غير لما خلصت اكل خالص، وخدت الاكل ركنته على السفره بره في الصاله عشان اقدر اتعامل في مطبخي براحتي. هنا كمان بصوا البوتاجاز بقى انا ولعت العيون وخليتها سخنه قوي، وبعدين طفيت العيون وابتديت ارش الماده بقى اللي صاحبتي بتجيبها لي دي. عايزه اقول لكم حلوه جدا، هي ما تتخيرش عن المواد اللي كنا بنجيبها. يعني لو كنتوا بتتابعوني في اول فيديوهاتي انا كنت بستعمل سيترس، بس مش هكدب عليكم دلوقتي السيترس وصل حاجه و70 وحاجه ب80 جنيه. فالماده اللي صاحبتي بتجيبها لي دي بصراحه رهيبه ما شاء الله ما شاء الله. يعني بصوا البوتاجاز شكله ايه، هوريكم بقى شكله بعد ما رشيت عليه المادة وغسلته ودعكت العيون والشبك بتاعه. بجد تحفة 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 تحفة. بس أنا طبعا بوتاجازي عشان عقيم شوية وعنده إعاقة، فإلى حد ما النظافة مش بتبان عليه 100% يعني. بس بجد والله العظيم المادة دي حلوة قوي. انتوا عارفين أنا لو أطول والله هخليها تشتريها وأعدي عليكم واحدة واحدة، مش غالية والله العظيم. يعني هي بتجيب لي الكيلو ب15 جنيه. يعني هي بتجيب بالكيلو بصراحة رهيبة، هي رهيبة رهيبة. أنا بتجيب لي مثلا خليها تجيب لي 2 كيلو مثلا، بعمل منه البوتاجاز والحيطان بتاعة المطبخ كلها وسيراميك الحمام، بعمل بيه كل حاجة كل حاجة. بجد مادة حلوة جدا. بس هي الفكرة إن إحنا مش عارفين إيه المكونات، يعني الراجل بيحط إيه المكونات إحنا مش عارفين. عارفين أحلى حاجة في إيه؟ يعني أحلى حاجة في الفيديو ده بالذات إيه؟ إن الصحاب دايما بيحبوا بعض. يعني
يعني مثلا صاحبتي دي زي ما بقول لكم كده جايبه لي الماده ديت بعمل بيها، ما قالتش مثلا ايه لا، يعني هي مثلا بتجيبها في بيتها، ما قالتش لا انا اجيب انا بس عشان مثلا ابقى انا الوحيده بقى اللي عندي خلطه، او ان انا الوحيده اللي بعرف انضف بيتي كويس، او لا، هي حبت تفيدنا زي ما هي استفادت. فقد ايه يبقى حلو لما يبقى ليكي صحاب بيحبوكي بيخافوا عليكي وحابين لك الخير. يعني زي ما ربنا قال حب لأخيك ما تحب لنفسك، كل ما تحبي لغيرك اللي انت بتتمنيه لنفسك ربنا يديكي اكتر منه. ودايما بقول لكم في فيديوهاتي دايما على طول بحب دايما والله العظيم اقول كده في الفيديوهات، لاني انا ساعات بقابل ناس كتير قوي في حياتي من النوعيه دي بتضايق منها جدا، الناس اللي بتقعد تبص لغيرها في حياتها. ما تبصيش على اللي انت شايفاه، زي ما بيقولوا كده في المثل البيوت ياما مداريه، البيبان ياما متداري وراها، والهدوم ياما مداريه، يعني دايما يقولوا كده. فانت ما تبصيش على الشكل من بره، فعلا البيوت مقفول عليها، البيبان مقفول عليها حاجات، يعني متهيألي انت ما تتمنيش انك تعيشي العيشه دي. لو انت مثلا بتبصي تقولي ده بصي بتجيب دي بتعمل معرفش ايه، لا متهيألي لو شفتي حياتها من جوه انت هتقولي لا معلش. فاحلى حاجه لما يبقى عندك ناس في حياتك سواء صحاب او اهل او جيران يبقوا بيحبوا لك الخير وبيحبوكي ودايما عايزينك معاهم في الحلوه قبل الوحشه، فاهمين يعني؟ هي بصراحه ربنا يبارك لها يعني. فدي حاجه حلوه، يعني كل حد عنده صاحب جدع او صاحب بيحبه او صاحب بيدله على الخير او بيدعي له او بيتمنى له الخير، بجد يا بخته، يا بجد بجد والله العظيم يا بخته اللي عنده حد بيحب له كل حاجه حلوه. انتوا كمان حبوا لبعض الخير قوي، لما يكون عندك حاجه قادره تفيدي بيها جارتك، تفيدي بيها صاحبتك، تفيدي بيها مامتك، اختك، مرات اخوك، عمتك، خالتك، اي حد اعملي كده ما تتاخريش. والله العظيم عارفه كانك بتجري بالظبط، دي بتبقى زي التجاره، كانك تجري مع ربنا. اعملي الخير، والله اعملي الخير وما تستنيش، يعني ما تقوليش مثلا ايه لا انا مستنيه ان هم يردوا لي اللي انا بعمله او انا بعمل جميله، لا اعمليه وانسيه، هتلاقي نفسك كده في الاخره عندك رصيد حلو قوي مع ربنا. كمان هتسعدي كل اللي حواليك، يعني عايزه اقول لك اما بترسمي بسمه على وش حد ايا كان الحد ده صدقيني ثوابها كبير قوي. فبجد يعني انا بحمد ربنا ان ربنا سايب لي في حياتي صحاب جدعان، انا مش هقول اصحابي، يعني هم اخواتي، لان بجد هم يعتبروا اهلي. يعني احنا في الشغل دوت احنا بنقعد مع بعض اكتر ما بنقعد مع اولادنا ومع اهلنا، فهم بجد يعتبر اهلي بجد والله العظيم. يعني الحمد لله الحمد لله، يعني ان ربنا رزقني بحد كده، يعني انا بقعد اقول الحمد لله اكيد ربنا بيحبني عشان يرزقني بناس زي دي. تعالوا بقى يا حلوين بقى نقول احنا عملنا ايه في الفيديو. انا هنا بقى مسكت البوتاجاز، مسكت ودعكت ودعكه بص وجوه بقى والفرن ومن ورا ومن قدام، ظبطت البوتاجاز بصراحه غسله العيد يعني. انتوا عارفين طبعا، يعني شفتوني وانا بدلق الميه على البوتاجاز، انا ما بعملش العمله دي زي ما قلت لكم غير مره في السنه، زي التلاجة. يعني انا عندي التلاجة بغسلها كده وادلق فيها ميه وغسله بقى من اللي قلبك يحبها مره في السنه، لان كتر دلق الميه في الحاجه بيهلكها ويقلل من مده صلاحيتها. فهي مره بس، يعني انا البوتاجاز بعمله كده في العيد الصغير، في العيد الكبير بكتفي ان انا بلمعه يعني ادعكه من فوق، لكن الفرن من جوه او الحافظه اللي بتشيلي فيها الاكل تحت تحافظ لك على الاكل السخن دي بكتفي ان انا بلمع بس، علشان برضو كتر الميه في البوتاجاز يصديه اصلا يخليه يعمل برومه. فهي مره واحده بس عشان احس ان ايه البوتاجاز نعنش كده. كمان عملنا بقى الحيطه اللي ورا البوتاجاز واللي هي جنب التلاجة، وعملت بقى زي ما انتوا شايفين الحوض والحيطه بقى اللي ورا الحوض وكل ده. عايزه اقول لكم ان انا قبل رمضان اصلا بس ما كنتش صورت الفيديو دوت، اللهم صل على النبي، كنت عملت المطبخ، يعني عملت المطبخ من فوق والحيطه اللي بين قطعه المطبخ اللي فوق واللي تحت ومرتبه المطبخ وكل حاجه. بس ده ما يمنعش برضو ان في اللهم صل على النبي في ترويقه تانية، يعني ان شاء الله في ترويقه للمطبخ تانية. بس امتى بقى؟ وانا بفرش المطبخ، يعني وانا بفرش المطبخ كده يوم قبل الوقفه بيوم ان شاء الله ارتب بقى المطبخ بس، لكن هو نظيف بصراحه. بصوا البوتاجاز هنا جميل ازاي، ما شاء الله والله ينور.
بالرغم ان انا نفسي ارمي بوتاجازي ده، بس والله العظيم البوتاجاز منور ما شاء الله. كمان احنا لسه ولا حطينا فويل على العيون بتاعه البوتاجاز، ولا حطينا الورق اللي هو الفضي اللي بنحطه على البوتاجاز ده، ولا اي حاجه. يعني كده البوتاجاز بدون اي تدخلات. يعني بصوا زي ما تكوني مثلا جبتي ابنك وديتي له شاور بس لسه ما سرحتيلوش شعره ولا رشتي له برفن ولا اي حاجه. بصوا انا كده بقى كنت ابتديت ارجع الاكل اللي انا كنت حاطاه على السفره، ارجعه على البوتاجاز علشان اول المغرب ما يبتدي يأذن ابتدي يعني قبل المغرب ما يأذن اسخن اكل. بصوا هنا المطبخ بعد ما كنت خلصته مسحت الارض. الحاجه الوحيده بصراحه اللي فاضله في المطبخ عايزه دعكه برضو محترمه، السبت بتاع البصل والبطاطس، عايزه برضو امسكه كده اغسله غسله حلوه عشان كده يبقى المطبخ كله بس. والرخامه كمان ان شاء الله يعني اما اجي افرش هشيل بقى حاجه رمضان دي كلها، مفرش بتاع رمضان والحاجات اللي انا لازقاها على السيراميك، ونمسك الرخامه نغسلها برضو غسله كويسه، ونبتدي بقى نفرش حاجه العيد. نشوف بقى هنحط حاجه مش هنحط، سيب الرخامه فاضيه، هنجيب ستيكر ونلزقه ومش هنجيب، لسه بقى مش عارفين. اتمنى بقى الفيديو النهارده يكون عجبكم. ما تنسوش يا حلوين تسيبوني تعليق وتقولوا لي ايه رايكم في تنظيفه النهارده، وتتشجعوا كده وتتحفزوا انتوا كمان وتقوموا تخلصوا اللي وراكم. وعايزه بقى لايكات كتير 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 ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. استنى منكم تخلوا لي الفيديو دوت ترند ان شاء الله. اقول لكم بقى مع السلامه، كل سنه وانتم طيبين، واستنوا بقى الفيديو الجاي ضرب نار.